السلام عليكم ورحمة الله. معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا اليوم القيمة المكانية للأعداد ضمن المليارات، رياضيات الصف الخامس ابتدائي. المواضيع اللي راح نتعلمها بهذا الدرس هو القيمة المكانية والصورة التحليلية والصورة اللفظية. نقرأ هذا المثال: يقع العراق في الجنوب الغربي من قارة آسيا، وعدد سكانه في سنة 2013 بلغ 32,654,250 نسمة، وأما عدد سكان آسيا فقد بلغ 3,879,000,000 نسمة في العالم نفسه. كيف أمثل العددين بالصورة التحليلية؟ كيف أمثل؟ يعني هنا عندي مطلبين بالسؤال. بالمثال هنا عندي أمثل العددين بالقيمة المكانية الوحدات، اللي هو شنو؟ اللي هو هذا 052 زائد هنا نسمي مئات الألوف، يعني 600,000. 5 أصفار. هنا قلت كلمة إن نقدم مرتبة. العشرات هنا 5، المئات هنا 2. هذا الفصل الوحدات. فصل الألوف عندنا الآحاد 4، العشرات 5، المئات 6. عندنا هنا فصل الملايين، آحاد الملايين اللي هي 2، وعشرات الملايين اللي هي 3. هنا عندي العدد 32,654,250. وهذا هو جدول القيمة المكانية، نخططه بهذا الشكل. هنا عندنا الآحاد 0، العشرات 5، المئات 2. هنا آحاد الألوف 4، عشرات الألوف 5، مئات الألوف 6. آحاد الملايين 2، عشرات الملايين 3. هذا هو جدول القيمة المكانية. وإذا أنطاني عدد أكبر راح أكتب هنا بالمئات الألوف، وإذا أنطاني بالمليارات أخطط هنا فصل للمليارات، وكذلك آحاد المليارات، عشرات المليارات، ومئات المليارات. هذا هو جدول القيمة المكانية لهذا العدد، نخططه بهذا الشكل. هسه هذا المطلب الأول، إنه أمثل العدد بجدول القيمة المكانية. المطلب الثاني إنه أكتب هذا العدد بالصورة التحليلية. شلون نكتب العدد بالصورة التحليلية؟ هنا الآحاد 0، نكتب 0 زائد العشرات هنا 5، يعني شقد؟ يعني 50. هسه كل ما أتقدم مرتبة كل ما أزيد 0. هنا زائد المئات هنا 2، يعني 200. هنا 0 صار 0 زائد هنا عندنا الألوف، آحاد الألوف 4، يعني 4000 زائد هنا عندي 5 عشرات الألوف، يعني 4 أصفار. هنا نقول 50,000 زائد هنا 6 مئات الألوف، يعني 600,000. 5 أصفار. هنا قلت كل ما نتقدم مرتبة كل ما نزيد 0 زائد هنا آحاد الملايين 2 مليون. 1 2 3 4 5 6. 2 مليون زائد هنا عندنا عشرات الملايين، يعني العفو عشرات الملايين 3، يعني هنا 30 مليون. هذا هو الصورة التحليلية لهذا العدد. العدد الثاني اللي منطيني إياه بالمثال اللي هو عدد سكان آسيا 3,879,000,000. قلنا شلون نقرأ العدد؟ أقسم كل 3 واحد، هاي 3 وهذا 3 وهذا 3، وهنا المليارات. هذا فصل الوحدات، فصل الألوف، فصل الملايين، وهذا فصل المليار، يعني 3 مليار. هذا فصل المليار، أحد المليار. المليارات شو أقول؟ أقول 39 مليار و557 مليون و404,226. شلون ما ألفظ أنا ألفظ الرقم بالقراءة راح أكتبه. هنا قلت 39 مليار، 39 مليارا و557 مليون و404,000. هاي 404,226. هذا هو الصورة اللفظية لهذا العدد. هسه نحن فقرة أتأكد. النقطة الأولى: مساحة سطح الكرة الأرضية 510,072,000 كيلومتر مربع تقريبا. أمثل هذا العدد في جدول القيمة المكانية. هنا
سوينا جدول القيمة المكانية. هنا الوحدات الألوف الملايين، لأن هنا عندي العدد لحد الملايين. هنا عندنا الآحاد صفر، العشرات صفر، والمئات صفر. هنا عندي آحاد الألوف 2، عشرات الألوف 7، مئات الألوف صفر. آحاد الملايين هنا عندنا صفر، عشرات الملايين 1، ومئات الملايين 5. هنا أنا من أريد أقرأ العدد شو أقول 510 مليون و72 ألف. 510 مليون و72 ألف. النقطة الثانية، عدد سكان الصين 1,339,724,852 نسمة في العام 2010. أمثل العدد في جدول القيمة المكانية. هنا راح نمثل العدد جدول القيمة المكانية. هنا عندنا العدد قلنا نقسمه 3 أقسام. هنا عندنا 3، كل 3 مراتب نقسمها 1، وهنا 3 وهنا 3. هذا فصل الوحدات اللي هي هنا الآحاد 2، العشرات 5، والمئات 8. عندنا الفصل الثاني اللي هو الألوف. هنا عندنا 4، الآحاد، العشرات 2، المئات 7. فصل الملايين اللي هو 9 آحاد، 3 عشرات، و3 مئات. فصل المليارات اللي هو هذا 1. هنا آحاد المليارات 1، يعني 1,339,724,852. هنا منطيني جدول القيمة المكانية ومنطيني أسئلة عليه. هنا من أجي أقرأ العدد بجدول القيمة المكانية أبدي من آخر مرتبة اللي هي هنا المليارات. 9 مليار و410 مليون ألوف 7، يعني 7000. 7000. هنا عندي عشرات الألوف 8، يعني 80,000. كل ما أتقدم مرتبة قلنا نزيد صفر. 80,000. هنا 5 مئات الألوف، يعني 500,000. 500,000. هنا عندنا الملايين، آحاد الملايين صفر، نكتب صفر. عشرات الملايين هنا يعني 10 مليون. 10 مليون. هنا عندنا مئات الملايين، يعني 400 مليون. 400 مليون. وهنا 9 مليار، نكتب 9 مليار. 9 وقدامه 9 أصفار. 6 7 8 9. هذا هو الصورة التحليلية لهذا العدد. هنا اكتب العدد بصورة رقمية. هنا بالعكس منطينا صورة رقمية ويريد من عندي الصورة التحليلية. هنا أنا عندي الآحاد نكتب 2، العشرات صفر، هنا نكتب صفر. المئات هنا أنا عندي 300، يعني 3، يعني نكتب العدد بدون أصفار. هنا أنا عندي الألوف صفر، نكتب صفر. عشرات الألوف 4، مئات الألوف هنا أنا عندي 1. هنا عندي الملايين 2، وهنا عشرات الملايين اللي هي 4. هذا العدد بالصورة الرقمية وهذا العدد بالصورة التحليلية. هنا العدد 42,140,302. النقطة السابعة هنا كذلك منطي. هنا العدد طبعا هنا كل ما أتقدم قلنا العدد يكبر، يعني طبعا 9 اكمل الجدول. منطيني العدد بالصورة اللفظية ويريد من عندي الصورة الرقمية. هنا عندي العدد 9 ألوف 4. احنا تساوي، يريد من عندي القيمة المكان تساوي، يعني هذا كم صفر زايد صفرين. الصفرين شي يمثل 100، يعني 40 مليون هو أكبر من 400,000 100 مرة. 100 مرة. هنا